السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا دكاترة؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم شريف رضا، طالب كلية الطب جامعة المنصورة دفعة 2023. النهاردة بإذن الله هنتكلم عن فيديو مهم جدا، لازم تكون شايفه قبل ما تراجع مادة الأحياء. مادة الأحياء أصعب مادة في ثانوية عامة بعد اللغة العربية، مع إننا بنشوف في تطور كبير على مستوى اللغة العربية. في ناس دلوقتي بقت بتنقص درجة واتنين لحد 4 درجات، اللي أنا كنت ناقص 9 درجات، وإن شاء الله هنزل لكم فيديو أعرفكم ليه أنا نقصت 9 درجات، وإيه هي الغلطات اللي أنا كنت بقع فيها عشان متقعوش فيها بإذن الله وتجيبوا أعلى درجة في العربي بإذن الله. خلينا نرجع بقى لمادة الأحياء، واللي امتحاناتها بتزداد صعوبة أو صعوبتها في نفس المستوى، سواء كان امتحان 2021 22 23، بتبقى أصعب امتحانات في ثانوية عامة. تمام. أنا نقصت في الأحياء 6 درجات. هو يعتبر بالنسبة لامتحان الأحياء هما مش كتير أوي، ولكن انت لو سألتني انت كنت تقدر تجيب درجة أكتر من كده هقولك اه، ولكن الحمد لله الدرجة بتاعتي دي نعمة وفضل من ربنا. بس أنا ايه، بندردش مع بعض كده. أنا كان فيه أسئلة بدرجتين، في سؤالين منهم غلطت فيهم، السؤالين دول ب4 درجات، والسؤالين التانيين كل واحد بدرجة. السؤالين اللي كانوا بدرجتين دمت كانوا أسهل من الأسئلة اللي بدرجة واحدة. الأسئلة اللي هي بدرجتين دمت ساعات بيجيبوا أسئلة سهلة عشان تعوض لو أنت عندك غلطات كتير. بس من التوتر بقى والقلق اللي كنت فيه، والامتحان كان صعب مكانش سهل، فغلطت فيهم. بعد لما طلعت من الامتحان وكده ايه، كنت أعرف أحلهم الحمد لله، ولكن نعمة وفضل زي ما بقول لكم على النتيجة ديت، و6 درجات ايه، مش وحش ولا حلو طيب أنا كنت براجع الأحياء ازاي؟ هقولك. أنا كنت مشترك مع دكتور أحمد الجوهري، اشتركت معاه كويس خير وبركة. اشتركت مع حد تاني، اعتمد وتوكل على الله وإن شاء الله. أنا زي ما قلت لك إن المراجعة النهائية دي بتبقى معتمدة عليك بشكل كبير. هو كان بينزل لنا في الأول كده مراجعة على الفصل، ايه، ما كانتش بتاخد وقت كبير قوي، حوالي 3 4 ساعات، أو مش فاكر الصراحة، ساعتين 3، ولكن كانت بتفكرني بالموضوع. ايه، كنت بسرع مثلا الفيديو على 1:30 أسمعه أفتكر، لأن أنا طبعا في المراجعة النهائية ببقى ناسي كل حاجة. مثلا الدعامة والحركة ببقى برضه ناسيها، والهرمونات برضه ببقى ناسيها، فبالتالي بقوم سامع الفيديو مسرعه على 1:30 1:75 على حسب ما أفهم. تمام. وأي كلمة زيادة هو بيقولها أنا فاتح كتاب الشرح قدامي اللي بذاكر منه طول السنة، وأدون أي كلمة زيادة هو بيقولها. تمام. بعد ما افتكرت والدنيا معايا اتظبطت، أقوم رايح باصص على كتاب الشرح وحافظ كل كلمة فيه، طبعا بعد لما أكون فاهمها. أنا مستعد أقولك إن أنا كنت بتفرج لحد 4 مدرسين لو في جزئية مش فاهمها. كنت بتفرج على دكتور أحمد الجوهري، كنت بتفرج على أستاذة أمل منير، كنت بتفرج على أستاذ حسن محرم، الجزئية اللي أنا مش فاهمها. فبالتالي أنا مظبط الشرح بس مش فاكره، فبالتالي بسمع فيديو كده للجوهري أفتكر بالموضوع، وبعد كده بقى إيه، أرجع أنا لكتاب الشرح والملاحظات اللي أنا كنت كاتبها وكل الكلام الجميل ده أراجعه تاني، بالإضافة لكده كل الأسئلة اللي أنا حليتها طول السنة. أرجع لكتاب الأسئلة اللي أنا كنت حله طول السنة، أي سؤال جميل كنت معلم عليه، أي سؤال فكرته حلوة، أي سؤال صعب أقرأه، فبالتالي بيكون دماغي خلاص استعد وجاهز إن أنا أبدأ حل. بقوم مثلا إيه، كان معايا كتاب التفوق وكتاب الامتحان، كنت ببدأ واحدة واحدة. كتاب الامتحان أسئلته بتبقى أسهل من كتاب التفوق، كنت بمسك كتاب الامتحان أحله. تمام. وأي سؤال صعب، أي سؤال فكرته إيه، صعبة ولكن حلوة، أنا عرفت أحلها، أقوم رايح كاتبه مثلا في إيه، في كشكول خارجي كده للمادة دي، وأقوم رايح حاطط جنبه علامة مثلا باللون الأحمر. تمام. ولو في سؤال تاني أنا معرفتش أحله، سألت فيه المدرس بتاعي مثلا أو شفت حله على اليوتيوب، أقوم كاتبه برضه في نفس الكشكول وحاطط جنبه مثلا علامة زرقاء. تمام. بحيث أنا أكون عارف إن السؤال ده أنا غلطت فيه، والسؤال ده فكرته حلوة أنا ما غلطتش فيه. تمام. الآن برضو أمسك كتاب التفوق أحل برضو على أحل برضو تدريبات جزئية على الفصل اللي أنا رجعت عليه ده، وبالتالي أنا بكون خلاص لميت الفصل بكل أفكاره وأسئلته. تمام. أنا حبذ الكتابين دول لأنهم أحسن كتابين، وخصوصا كتاب التفوق أحسن كتاب أحياء أنا حليت فيه في تالتة ثانوي. تمام. في المراجعة النهائية. طيب هقول لك في طريقة تانية أنا ما اتبعتهاش الصراحة، وده لسبب. هنقول الأول السبب وبعدين نقول الطريقة. السبب لأن أنا كنت داخل على المراجعة النهائية مش فاكر أي كلمة في الأحياء، زي الدعامة والحركة، زي التنسيق الهرموني، زي مثلا فصل التكاثر،
ما كنتش فاكر فيه حاجة، فبالتالي كنت أنا عايز لسه راجع على الموضوع وأحل وأفتكر كل الملاحظات اللي أنا كنت كاتبها. فبالتالي أنا ما اتبعتش الطريقة دي. طب الطريقة دي هي إيه؟ هي إن أنت تبدأ حل تدريبات شاملة من أول يوم مراجعة نهائية. هتقولي إزاي؟ هقولك في طلبة بتبقى مراجعة على منهج الأحياء قبل المراجعة النهائية. يعني مثلا الأستاذ بتاعهم كان عامل لهم امتحان شامل على المنهج كله، فبالتالي هم بيبقوا مراجعين الامتحان فاكرينه يعني إلى حد ما. بالتالي حل التدريبات الشاملة هتساعدهم إن المنهج يفضلوا فاكرينه يعني إيه، ويثبت في دماغهم، وأفكار الأسئلة تتكرر ويطلعوا على أفكار جديدة. طيب هتقولي طب أنا مثلا في سؤال قابلني مش عارفه. أقول لك بسيطة، تفتح كتاب الشرح تشوف السؤال اللي أنت مش عارفه ده مكانه فين، وتقرأ الجزئية اللي أنت منتش فاكرها دي. فبالتالي أنت في الأول هتقعد في الامتحان 3 ساعات، ساعتين ونص، 3 ساعات ونص، في الحدود دي في أول امتحانات. ولكن كل ما سؤال صعب يقابلك وانت مش عارفه ترجع لكتاب الشرح. كده انت على ما تعدي مثلا امتحانين في التالت في الرابع انت هتكون مراجع جزء كبير من المنهج، بالإضافة ان انت ماشي في المراجعة النهائية. فبالتالي انت هتبقى بتلم من ناحيتين. دي طريقة انا بحبذها للناس اللي هم فاكرين المنهج. انما الناس اللي هم مش فاكرين المنهج لا، اتبع الطريقة اللي انا كنت بتبعها. تمام. اخر حاجة بقى عايز افكركم بيها ان امتحان الاحياء الأسئلة بتاعته ممكن إجاباتها تتغير عشان كلمة واحدة ممكن تغير لك السؤال وتغير لك معنى السؤال. فبالتالي كل كلمة في كتاب الأحياء لازم أنت تكون فاهمها وتكون حافظ كويس أوي أوي أوي. مش هقول لك أنت نظام جديد بقى والكلام اللي إحنا بنسمعه ده، لأ، لازم تكون حافظ منهج الأحياء، حافظه وفاهم كل كلمة فيه. لأن امتحان الأحياء زي ما قلت لكم بيكون أصعب امتحان في ثانوية عامة، ولو انت مركز والله العظيم ممكن تجيب درجة كويسة فيه. تمام. في نقطة تانية برضو عايز اكلمكم عنها، وهي ان اسئلة كتاب التفوق بتبقى محتاجة منكم صبر، وتبقوا متأكدين وعارفين ان انتوا هتغلطوا كتير. ولكن العظة والعبرة والاستفادة اللي انت هتستفيدها، وهي ان انت تجمع كم كبير من الافكار. وكل لما تجمع افكار اكتر دماغك يعني ايه، هتفهم اكتر الموضوع، تبقى فهمك عميق. فبالتالي اوعى تتوتر وتخاف من ان انت مثلا بتغلط كتير. تمام. ده شيء وارد جدا طالما انت مذاكر كويس وفاهم كل كلمة. موضوع الحل ده والاخطاء اللي انت بتقع فيها، كل ده هيتعالج بإذن الله من التعود والممارسة واطلاعك على أفكار كويسة وصعبة إلى حد ما. كل ده هيظبط لك الأمور بإذن الله. فما تخافش من موضوع الأخطاء ده. يعني أنت ممكن تقيم نفسك بعد كل امتحان تحله، بحيث أنت تشوف أنت أدائك بيتحسن ولا لسه زي ما هو. الأسئلة اللي أنت كنت بتغلط فيها قبل كده لسه بتغلط فيها، ولا أنت خلاص ما عدتش بتغلط فيها. لو أنت ما عدتش بتغلط في الأسئلة اللي قابلتك قبل كده ولا أفكارها، اعرف إن أنت ماشي تمام. لو أنت غلطت في الأسئلة اللي أنت حليتها قبل كده، لا، اعرف ان انت لازم تعمل لنفسك وقفة. لازم تظبط منهجك، تظبط الاسئلة اللي انت حليتها وتطلع عليها تاني وتفهم فكرتها. مش شرط بس تحفظها، لا، انت بتفهم الفكرة. لا، مثلا ايه اللي حصل عشان ده يحصل، وبعد كده توصل للنتيجة بتاعت ايه السؤال. ما تحلش وخلاص. تمام. وبرضو عايز اقول لكم ان اللي كان بيساعدني جدا جدا في حل اسئلة كتاب التفوق اللي انا ما كنتش بعرفها، دكتور اسمه دكتور محمود سويد. الدكتور ده من أسرة كتاب التفوق. كان بيبقى على كتاب التفوق كده QR كود كنت بمسحه، كان بيجيب لي شرح بتاع الدكتور ده. هو معيد في كلية الطب. الدكتور ده شرحه مبسط جدا جدا وهيفهمك فكرة السؤال جاية منين. فبالتالي أنا اتفاجئت برضو إن هو عامل قناة على اليوتيوب. تقريبا هو عاملها جديد. فبالتالي لو هو منزل شرح لكتاب التفوق على اليوتيوب هيبقى كويس جدا جدا جدا. لأن بصراحة كنت بفضل أسمع طريقة حله عن طريقة حل الجهري. تمام. لو لقيت طريقة حله على اليوتيوب تمام، ما لقيتهاش يبقى انت خلاص اعتمد على الجهري. وان شاء الله برضو الجهري كويس في الحل. وبس كده وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. وصلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم في سرك يا اخي، مش هتخسر حاجة. ودمتم بخير.